لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. اللهم امين يا رب العالمين. يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة حلوة. وحشتنا من الفيديو اللي فات لحد الفيديو اللي انتوا شايفينه ده. عاملين ايه يا حبايب خوخة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتعد عليكم الايام بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنقول ايه؟ اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذو القوات المتين، عشان ربنا كده يقوينا ونبدأ اليوم كده بركة بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عشان ايه؟ الفيديو بتاع النهارده فيديو حلو جدا وهيعجبكم قوي. طبعا انا بقالي فتره طويله جدا غايبه عليكم، ما بنزلش فيديوهات. بسبب ايه يا بنتي يا خوخه؟ بسبب اللي مفيش تفاعل، مفيش اي حد معبرني، مفيش اي حاجه. هم 5 6 حبايب قلبي اللي مشرفين ومنورين، وال2000 ونص ما بشوفش منهم الا 5. ينفع؟ يرضي مين؟ انا عايزه بس من ال2000 ونص يا جماعه، والله العظيم ما انا طماعه. من ال2000 ونص اللي عندي عايزه 1000 واحد يتابعني. الفيديو ينزل كده يجيب لي 1000 مشاهدة، يا والله العظيم هسجد شكرا لربنا أول ما الفيديو يجيب 1000 مشاهدة. يلا الحمد لله، كل حاجة في الدنيا دي نصيب، وكل واحد ليه رزق في حاجة بياخده في وقت معين. فاحنا ايه نقول؟ ايه؟ ألف حمد وألف شكر ليك يا رب على الصحة، دي أهم حاجة. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب على النعمة اللي احنا فيها، نعمة الصحة والستر والرضا من عند ربنا. معرفة الناس كنوز والله، والحمد لله والشكر لله. أنا مبسوطة جدا بكل إخواتي اللي اتعرفت عليهم عن طريق اليوتيوب، صحابي وإخواتي وكل حاجة ليا. بحبكم جدا في الله، ربنا يديم المعروف والمحبة ما بيننا. طبعا اتعرفت على ناس كتير جدا من مصر وخارج مصر ومن كل أنحاء العالم، وده شرف ليا وحاجة جميلة، حاجة جميلة قوي. ووجودكم معايا شرف ليا وتاج على راسي، يا أحلى إخوات في الدنيا بحالها. انا قمت النهارده كده من النوم، كانت النية خير وتوكلت كده على الله. زي ما انتوا شايفين قلت هروق شقتي، عشان انا ايه؟ كسلانه ومش حابه الترويق الا قدام الكاميرا. قلت طب انت يا بنتي يا خوخه بقالك ازيد من 10 ايام ولا 15 يوم ما نزلتيش فيديو. يلا كده اتجدعني والبسي عبايتك والبسي طرحتك كده واستعيني بالله وقومي اعملي الفيديو بتاعك. قلت يلا يلا يا بنتي يا خوخه، هاتي المقشه بتاعتك وهاتي الشرشوبه بتاعتك وهاتي الموبايل بتاعك الحزينه ابو كاميرا وحشه ده وصوري فيديو. والحمد لله صورت فيديو، ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. طبعا عندكم يا حبايب قلب خوخه كلمه اشتراك كده بالاسمر، اضغطوا عليها، مش هتاخد منكم حاجه، والله ما بتكهرب، والله العظيم كمان مره ما بتكهرب. شفتم؟ واعملوا له لايك واعملوا له كومنت حلو، بفرح قوي بكلامكم والله. يعني كلامكم ده اللي بيشجعني. واخواتي وحبايبي اللي دخلوا يسالوا عليا ويقولوا لي انت فينك واخبارك ايه ما بتنزليش فيديوهات ليه؟ انا كانت الباقه عندي خلصانه، واما ربنا فرك عليا رحت شحنتها، وباقي عليا 50 جنيه اللي بتاع النت والله العظيم كمان. يعني ايه باقي عليا 50 جنيه؟ ان شاء الله هنروح نوديها له ايه اخر النهار كده ولا حاجه.
مسكت بقى الركنة بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، مسكتها نضفتها كويس، هي كانت نظيفة والحمد لله. يعني أنا كنت كل يوم على الله باودي عيالي المدرسة وبخلص شغل بدري وبقعد مزاجي عنب. يعني ما كنتش اللي أنا مثلا عشان ما بصورش هقول لكم مهملة في حاجتي وكده، لأ، أنا كنت برضه باعمل وبروّق وباعمل كل حاجة. ومسكت بقى كده الأرضية كنستها ومسحتها، ما خليتش فيها حاجة يا حبايب خوخة خالص. وكان عندي شوية هدوم كنت غسلاهم وحطاهم في أوضة الأطفال، هنمسكهم برضو كده مع بعض نطبقهم، وغير الهدوم اللي في البلكونة وحاجة كده الله المستعان. فلو وصلتوا معايا يا حبايب قلب خوخة لحد هنا هتعملوا الخوخة ايه؟ لخوخة ايه؟ اللايك، والله ما بياخد منكم حاجة. شجعوني بقى تخلوا القناة دي تكبر، خلوني اظهر بوشي زهقت من التخبي اللي انا عاملاه في نفسي ده. احنا قلنا ايه ما توصل ايه 100 دي هتوصل بعد كام سنة الله اعلم. الله ورسوله اعلم. يعني ممكن تاخدلك 10 سنين يا بنتي يا خوخة، ممكن تاخدلك شهر او حاجة. كله حاجة كده من عند ربنا. فاحنا نقول ايه اسعى يا عبد ونسعى معاك. خلود 10 9 و15 يوم ولا 20 يوم نايمة في الخط. هل كده القناة هتكبر؟ لا طبعا مش هتكبر. المفروض على الأقل خالص عشان أي حد عايز يبدأ صح ما تبصوش للقنوات اللي زي حالات الكحيانة النايمة في حالها دي، لا بصوا للقنوات اللي بتنزل يومين عشان نكبر. عشان الفيديوهات بتاعتنا تجيب لازم كل يوم على الله ننزل فيديوهين 3. طب هنجيبهم منين يا خلود؟ ما دي المشكلة. انتوا بقى تحاولوا تصوروا اي حاجة اتجدعنهم. انا يعني شوف انا بشجعكم ومش لاقي حد يشجعني، بس انا ايه بقول اللي يرضينا من ربنا. والله العظيم فعلا لو انتوا ناويين تفتحوا قناة فعلا، القناة فعلا هتجيب معاكم مشاهدة وهتبقى حلوة، اما تنزلوا يوميا فيديوهين او 3 وان شاء الله والله ربنا هيكرمكم. انا عندي ظروفي بتبقى مختلفة شوية، يعني في ايام ما بعرفش اصور، في ايام ما بيبقاش عندي نت، في ايام التليفون بيبقى بايظ زي ما انتوا شايفينه كده، اصلا كاميرته مش عجباني وجودة الفيديو ما هيش كويسة. لازم تكون جودة الفيديو بتاعكم تكون عالية، تكون كويسة جدا عشان ايه تنزلوا فيديو حلو الناس تحبكوا فيه. واللي اهم من الهري ده كله حب الناس. طبعا ده ما فيش حد يعرف يشتري حب الناس دي. يعني الحاجة الوحيدة اللي ما تعرفيش تعملها بمجهودك ولا بفلوسك، دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. حب الناس ومعرفة الناس دي حاجة حلوة جدا والله العظيم. فاحنا دايما نقول ايه ربنا يحبب فينا خلقه، يا رب حبب فينا خلقه، عشان حب الناس فعلا نعمة. والله العظيم حب الناس فعلا نعمة، ربنا يديمها علينا جميعا يا رب. هنا بقت كده يا حبايب خوخة، مسكت الشباك بتاعي برضو فتحته وهبيته كده بالمكنسة بتاعتي. طبعا المكنسة جديدة والوبرة بتاعت المكنسة لسه كبيرة كده وناعمة فبتنضف معايا بسهولة. عفوا. وقمت ماسكة بقى ايه الملاية منفضاها كويس جدا، الملاية انا كنت فرشاها امبارح وجيت النهارده صورت فيديو، فما ينفعش ان انا اشيلها عشان ايه صورت فيديو يبقى شيل الملاية، لا الملاية عندي نضيفة فحرام لو شيلتها. فقمت منفضاها كويس جدا وفرشت فوقها بطانية الاطفال زي ما انتوا شايفينها كده، عليها قطة جميلة. قمت ماسكاها فرشاها كده يا دوبك ايه اللي يجي ينام هيقوم شايل المخدة الصغيرة ونايم على طول، تبقى سهل ايه في الغطا لاحمد والايسل وكده. مسكتهم فرشتهم وهنقل بقى ايه الهدوم على السرير اللي هو ترتب، عشان السرير التاني ارتبه برضه وابدا اللي انا ايه ارتب حاجه كده. ما احنا ما ينفعش اللي احنا نكركب الدنيا مره واحده، ما لازم ايه ارتب حاجه كده عشان ايه احس ان اليوم معايا بسيط كده ومفيش حاجه بتغيب ومفيش حاجه بتاخد مني وقت. الحمد لله يعني بفضل الله كل حاجه بتخلص معايا بسرعه. عشان عايزه اقول لكم يا بنات طول ما انا شغاله دايما بذكر الله. طول ما انت شغاله بتعملي اي حاجه اذكري الله اذكري الله، والله العظيم هتلاقي فعلا راحه نفسيه وهتلاقي يومك بيعدي بخير وبسلامه. الحمد لله يا رب. وزي ما قلت لكم قبل كده دايما نحمد ربنا على اي حاجه. في حاجات كتير موجوده في حياتنا احنا ما احناش شايفينها ولا عارفين قيمتها. زي ايه يا خلود؟ زي الصحه. والله العظيم يا بنات الصحه ديت بكنوز الدنيا. ناس معاها ملايين ملايين كده ما هي عارفه تاكل لقمة من اللي احنا بناكلها. عارفين الجبنة الحادقة العادية بتاعتنا دي قسما بجلالة الله ما هم عارفين ياكلوها. شفتم؟ يعني الصحة ديت فضل ونعمة من ربنا. يعني شوفوا انتوا بتبقوا شايفين ان الفقر عيبة وتقولوا ده احنا بناكلوا جبنة حادقة
ولا بناكله مثلا مخلل ولا الكلام ده، انتوا شايفينه عيبة وفقر والكلام ده. هم معاهم ملايين ملايين، انتوا بتقولوا احنا لو معانا ملايين زيهم هناكلوا لحمة وناكلوا 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 وناكلوا. شوفوا حتة الجبنة القديمة بتاعتنا، هم مش عارفين ياكلوها. يعني حتة الجبنة القديمة اللي هم احنا بنقول عليها مش بدودو، هم مش عارفين ياكلوه عشان صحته. فاحنا نحمد ربنا دايما على الصحة، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. هنا بقى يا حبايب خوخة، بعد ما روقت السريرين بقى بتوعي هبدأ الهدوم دي أطبقها وأحط كل حاجة في مكانها. يعني هدوم أحمد لوحدها وهدوم أيسن لوحدها. وكنت غاسلة بقى الكفر بتاع الركنة برضو اللي هو البنفسجي اللي ورا ده، كنت غاسلاه معايا. هما الهدوم ما كانتش كتير، كانت أكترها هدوم أحمد وأيسن. فقمت إيه ماسكاهم مطبقاهم كده، والحمد لله الدواليب عندي مترتبة ما فيهاش أي حاجة من ساعة ما كنا مرتبينهم عشان ننقل الصيف من الشتوي. فأنا عندي بقى لما بنقل الصيف من الشتوي بفضل أي حاجة بطبقها بحطها إيه، بحطها في مكانها. يعني الداخلي لوحده، الباجام لوحدها، البناطيل الخروج لوحدها، البناطيل المفردي لوحدها، كل حاجة يا بنات بحطها لوحدها. عشان ايه ما ضيعش وقت وما احسش ان انا ايه الدنيا عندي متكركبة والدنيا عندي متبهدلة. فهنا الحمد لله كده، يعني الحمد لله يعني ما غبتش في الفيديو ده. وان شاء الله الفيديو اللي هينزل لكم باذن واحد احد، يعني بامر الله ان حيانا ربنا، هينزل لكم بكره. هنعمل فيه شويه تجديدات كده في المطبخ عشان الشتاء. ولو ما تعملوش دلوقتي مش هنعرف نعملهم في الشتاء، عشان بيحتاجوا ميه ياما ودهون واشكال وحاجات غريبه كده. فاحنا نلحق نعملهم دلوقتي قبل الميه ما تسقع، وقبل ما نلبس هدوم شتاء تقيله، عشان ما عادش وقت، الشتاء خلاص على الابواب. ولازم الخطوه دي نعملها، مهمه جدا في اي مطبخ. يعني اي حد هيشوف الفيديو ده لازم يعمله فعلا، لازم يعمل الحاجات اللي انا هعملها في المطبخ في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنزله لكم بكره باذن واحد احد ان حيانا ربنا. وايه خلصت شقتي بقت الحمد لله برضو، وروقت الصاله بتاعتي. بس الصاله انا ما جبتهاش وهي بقت بشيل واحط فيها، عشان انا اللمبه عندي، اللمبه الاساسيه بتاعت الصاله إيه فاصله. يعني ايه، إيه بايظه وكده. فانا ما كانش موجود عندي الا اللي هي بتاعت النجفه، وبتاعت النجفه دي كحيانه كده شويه على قدها، يعني صحتها كده على قدها. فقمت ماسكاها برضو مرتباها وخلصت كل حاجه كده زي ما انتم شايفين. ورصيت الهدوم مكانها، والهدوم بتاعت المدارس رصيتها مكانها، وكل حاجة رجعتها كده في مكانها. هنا بقى دي أهم خطوة وأحلى خطوة. إيه هي يا خوخة؟ بعد ما بتخلصوا بعد كده يا بنات كنس الشقة وترتيب الشقة، أما بتقعدي كده بمزاج كده والدنيا حواليكي إيه مترتبة. شايفين دي السجادة اللي أنا كنت قصاها؟ إيه حطيتها هنا بس لقيت حجمها كبير جدا، فأنا تانياها. يعني السجادة دي لو خدت بالكم أنا تانياها تحتها، يعني تانياها حوالي 5 سنتي بالشبر كده، 5 أشبار. يعني لو عملت بداكي كده بالشبر كده عليها، عاملاها 5 أشبار متنيين. فأنا هحاول، يعني بفكر لسه، انتوا قولولي أقطعها أعملها عتبة مكان العتبة اللي أنا واقفة عليها اللي هي البشف بني دي، ولا أخليها متنية كده تحتها. أنا بقول أعملها عتبة بطقم كده على بعض، وبدل ما أشيل وأحط تحت النيش، تحت النيش إيه، تحت الكومودينو، تبقى الشيل والحط خفيف. هنا بقى دي احلى خطوه بحبها، اللي انا اخلص كل حاجه كده وامسك الشقه كده اعطرها بالمعطر واطفي النور وانزل الستاير على الشباك. بحس كده اللي انا ايه، شفتوا يبقى اما بيبقوا بقى العيال في المدرسه كده وانت قاعده بمزاج رايق، بحس ان انا لسه عروسه والله. يعني ولا في حد يعكلي ولا في حد يبهدل لي حاجتي، بكون ايه مزاجي عنب كده ومزاجي رايق. هنا طبعا دخلت برضو على الركنة فرشتها وشديت الستارة على الشباك وطفيت النور، والقرآن بتاعي شغال وكل حاجة 100 فل و14 مع المعطر. الجو عايزة أقول لكم تخش كده من باب الشقة فعلا شقة عروسة والله، وهي مترتبة وكل حاجة كده في مكانها. في الوقت ده أنا عايزة شقتي تفضل كده على طول، يعني مش اللي أنا كل شوية أروق، يعني عايزاها تفضل لي كده يومين على الأقل. أنا مش طماعة، يومين 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 من غير ما أكنس وأعمل أي حاجة. هنا طبعًا الصلاة بتاعتي خلّصتها برضه وفرشتها وعملتها بالمعطر بتاعي. أتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون فيديو خفيف كده على قلبكم. ما تنسوش طبعًا تدعموا أختكم حبيبتكم خوخة باللايك، وأشوفكم في حفظ الله يا أحلى أخوات وأحلى ناس في الدنيا بحالها. وجودكم معايا شرف ونعمة. مع ألف سلامة، باي باي يا أحلى أخوات، مع ألف سلامة.